السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوسف لازم، والنهارده ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. انا متاسف جدا والله، عارف ان انا بقالي كتير مش بنزل فيديوهات. ناس كتير كانت بتبعت لي انت فين، بس اكيد بقى انتوا يعني اللي متابعني عارف برضو ان انا مش شغال هنا، بسافر. فيعني شغلي هناك ما بيقدرش ان هو يسمح ان انا اعمل فيديوهات كتير. بس النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا يعني فيديو نوعا ما مختلف، يعني مش هنتكلم عن اللغات، ولكن انا بدات اتعلم ايطالي. فكنت بس حابب ان انا اشارك معاكم التجربه ديت. بقالي فتره كويسه بتعلم ايطالي، ان شاء الله يبقى فيديو كويس. يلا بنبدا الفيديو. ماشي يا جماعه، عشان يكون الفيديو بتاعنا ماشي في منحنى منظم هنتكلم عنه نقطتين بس. الفيديو دوت هو ليه تتعلم ايطالي او اي لغه تانية، وازاي تتعلم اللغه دي. بس ده اللي عشان يبقى الموضوع بس في شيء من التنظيم. النقطه الاولانيه وهو ليه تتعلم ايطالي او اسباني او الماني. بصوا يا جماعه، لما سافرت شرم اكتشفت شيء كنت عمري ما هكتشفه غير لما اسافر هناك، وهو ان الانجليزي مهما كان مستواك فيه مش كفايه. اي شركه محترمه او اي شغل عالي دلوقتي بيقبض كويس بالمناسبه، فاهمني؟ اللي هو الشركات بقى المالتي ناشونال والكلام دوت، بيقول لك انت بتتكلم انجليزي فالانجليش بقى شيء مفروغ منه. بس انا كنت عارف الكلام دوت على سبيل النظري، فاهم؟ يعني لما تروح شرم وتشوف الاجانب وتشوف كذا جنسيات وكذا حد، تكتشف فعلا ان الانجليزي لوحده مش كفايه. فقعدت بتاع 6 شهور هناك، 3 4 شهور كده بالظبط، ان انا مش فاهم. عايز اتعلم بس مش عارف اتعلم الماني ولا اتعلم ايطالي ولا اتعلم روسي ولا اتعلم، مش عارف. طب ما انا مثلا عايز اتعلم ايطالي، اتعلمه ازاي؟ برضو ده كان شيء مؤرقني جدا. خلينا بقى نبدا بقى في الفيديو بتاعنا، وهو ليه اتعلم ايطالي او انا ليه اخترت الايطالي. اولا الايطالي لغه سهله، مش صعبه زي الانجليش. وبرضو انا لما كنت في ثانويه عامه كان يعني اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي كنت بدرس ايطالي. فعندي البيزكس، عارف الحروف، عايز عارف الفوكال اللي هي الحروف المتحركه، عارف حاجات كتير جدا. فقلت بدل ما ابدا من الزيرو خالص، لا انا برضو عندي خلفيه وفي بعض الكلمات فاكرها من ثانويه عامه. ممكن برضو تمشي الدنيا معايا. ثانيا لما بدات بقى ان انا ابحث، طب انا هستفاد لما اتعلم ايطالي، غير ان انا مثلا اتكلم مع الطلاينه مثلا ان انا بشوفهم، لا انا هستفاد كيوسف. اولا ايطاليا 60 مليون نسمه، ما بيتكلموش غير ايطالي. يعني من واقع انا بتكلم الكلام ده من واقع خبرتي، ان انا بكلم طلاينه فعلا يا جماعه في الفندق، فاهمني؟ تيجي تتكلم الايطالي تقول له اسكوزا سينيوري، بنات الانجليزي يقول لك ليه نو 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 انجليزي نو، بالو سولو ايطاليانو، بتكلم ايطالي بس. الا اللهم بصوا شرذمه بسيطه جدا اللي هي بتتكلم انجليزي، يبقى انجليزي اي كلام برضه، فاهمني؟ فهم متمسكين جدا بلغتهم، وبينبسطوا جدا لما بيلاقوا حد ان هو بيتكلم لغتهم. الحاجه برضو المميزه ان انت لما تتعلم لغه تعداد الناس اللي بتتكلم بيها قليل، بيبقى فيه شيء من التميز، بتفرق قدام. يعني معروف ان الانجليش امه لا اله الا الله كلها بتتكلم انجليش، انما هتلاقي اللي بيتكلم الماني مش قوي، مش كتير. اللي بيتكلم ايطالي مش كتير، اللي بيتكلم روسي برضو يعني نوعا ما محدودين. انما الانجليش بوبيولار، فاهمني؟ منتشر كتير جدا. فده الشيء برضو اللي شجعني. ولكن من العقبات اللي بتعرقل اي حد في طريق ان انا يلا اتعلم ايطالي، طب انا اعمل ايه؟ لما تيجي فتحت اليوتيوب طبعا لجأت ليه للاسف طليق، برنامج طليق بيعلم كذا لغه، بيعلم 600 لغه ما عدا الايطالي. فده شيء زعلني جدا، حتى ان انا كنت ساعتها بفكر لا طب خليني في الروسي، لان في ريسورسز كتير على طليق ممكن اتعلم منه. بس الروسي صعب وبعيد جدا عن الانجليش، وما عنديش اي خلفيه عنه، فاهمني؟ لا الايطالي. ابحث على كورسز، اكتب ايطاليان A1، طب كورس ايطالي مفيش، مش لاقي حاجه. كلها حاجات شلازم، كلها كده مقتطفات. طب احسن 300 كلمه، طب الجمله، طب وانا مش عايز جمل اعرفها، انا عايز اتكلم ايطالي، فاهمني؟ فكان لازم ابدا الموضوع من الصفر. وعرفت وتيقنت ان انا عشان اتعلم الايطالي مفيش اي مصدر مجاني هيساعدني في الموضوع دوت. فلجأت لبوسو. بوسو يعني انا كنت مش مقتنع ابدا بالبروجرامز او الابس ان هي اللي بتعلمك لغات، فاهمني؟ بيبقى صوره وتتعلم ومش عارف بس فعلا لما سمعت كذا فيديو عنه او شفت تعمقت اكتر وبحثت، لا هو فعلا مميز. فكرت ان انا استثمر 1000 جنيه، هو ب 1000 جنيه في السنه تقريبا. دلوقتي عاملين خاص مش عارف ب 500 جنيه ولا بس انا اشتركت ب 1000 جنيه. قلت 1000 جنيه وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني واستفاد منه. وفعلا بعد 50 يوم، انا النهارده بقالي 50 يوم كل يوم بتعلم ايطالي، ما فوتش يوم. ولكن يعني برضو حاسس ان في شيء ناقص. هو بيعلمني كلمات، في بكتب، في بقرا، ولكن مش قوي. فعملت بقى لنفسي خطه كده يا جماعه هشاركها معاكم دلوقتي، ان انا
اسمع وانطق واكتب واعرف جرامر واعرف كل حاجه من دي، بحيث ان أنا ايه ابقى ملم. بالمناسبه ده تقدمي على بوسو، يعني انا حتى خدت شهاده بس لسه ما وصلتليش على الايميل. الحمد لله يعني خلصت ليفل اونو الحمد لله بفضل الله. آم، فشجعني بصراحه، يعني البرنامج بيشجع بس مش كفايه عشان نبقى بس متضحين. فلقيت كنز بصراحه الايطالي. انا معلش انا بتكلم على الايطالي ده الشيء ان انا ايه بتعلمه، ولكن هنتكلم برضو في نص الفيديو عن ايه عامه انا برضو ايه الحمد لله خدت مشوار كبير في تعلم الانجليزي الحمد لله بفضل الله. فيا جماعه لقيت حاجه اسمها ايطاليان بود 101، يعني جامد جدا. وعاملين ابلكيشن على الموبايل بيعلمك بقى listening conversation حاجات كتير جدا. فقلت بس هي دي الخطه اللي انا همشي عليها، ايطاليان بود هسمع منه كتير، سماعات في ودان 24 ساعه ايطاليان بود، والجرامر والفوكابلري والكلام ده كله هعرفه من ايه من بوسو. فالحمد لله حققت ايه بروجرس كويس، ودلوقتي اقدر ان شاء الله ان انا ايه افتح كونفرزيشن مع اي حد بيتكلم ايطالي عادي. كوميتي كيامي دودوفيسي كنت اني اي كي لافورو فاي، كل ده انا اقدر ايه اخد ودي في الكلام. بنبسط جدا وبيشجعني اكتر ان انا بتكلم مع طلاينه، فلما الكلمتين اللي انا حافظهم اتعامل بيهم ولا اللي بيرد مبسوط ان انا بتكلم وبتاع، فده بيشجعني بصراحه. دلوقتي بقى نلجأ ان انت مثلا عايز تتكلم لغه من الصفر. عشان تتكلم اي لغه من الصفر يا جماعه الموضوع بيبقى صعب. يعني ممكن الانجليش احنا بقالنا فتره كبيره بنتعلمه مثلا من ابتدائي، انت عارف حتى لو انت مستواك ضعيف جدا فيه، بس في كلمات عارفها، في حاجات مش غريبه على ودنك. انما كنت تبدا حاجه من الصفر تماما تبقى في نوع من الصعوبه. فاهمني. وبرضه تعمقت وبحثت كتير في الموضوع دوت. خدت الموضوع واحده واحده، عرفت الحروف، الارقام، اسامي الحيوانات، اسامي الخضار، اسامي الفاكهه، اسامي مش عارف ايه. كده طبعا في بوسو بيبقى تدريجي فاهمني. هوبا هتلاقي الموضوع بقى بيصعب شويه. بريزنتو انديكاتيفو، باستاتو انديكاتيفو، ماضي بقى ومضارع والدنيا ايه بتخرب. فانت لو في النص زهقت، كل اللي فات ده ملوش اي لازمه. تتعلم لغه، وتعلم اللغه مش بيبقى سهل، خصوصا لو لغه انت مش ما عندكش اي باك جراوند عنها، مش بيبقى سهل. فانا كنت عارف ان انا هزهق، وعارف ان انا بس ان انا حبي ان انا اطور من نفسي وان انا عايز اتعلم حاجه جديده هتنفعني ان شاء الله قدام. ده كان بيخليني اتغلب على الزهق. في مثلا درس معين مش فاهمه وخلاص اتزهقت مش فاهم حاجه، مره واتنين وتلاته مع التكرار بحس ان انا ايه لا الحمد لله ايه تبلور في دماغي نوعا ما. فاخطر شيء في طريق تعلم اي لغه او اي حاجه جديده عامه هو الزهق. لو زهقت في النص هتوقف. ده الشيء اللي انا كنت بصراحه كنت خايف منه يعني. وزهقت كذا مره بس الحمد لله 50 يوم 50 يوم قعدت 4 ايام بس اللي ايه استريحت فيهم ما عملتش فيهم اي حاجه. كنوع من الايه اعاده الشحن. بس انا فخور بنفسي الحمد لله. انت بتحس ان انت فرحان ان انت بقالي شهر بتعلم. ده انا الكلام بقى واخد ودني خدت عليه. لا ده انا بتكلم، لا ده الدنيا بقت احسن. فده كله ده ايه بيشجعك. وفي النهايه يا جماعه انا جاي اقول ايه، انا جاي ان الانسان انتوا شايفين الظروف عامله ازاي، ما ينفعش بمهارات عاديه انت تتوقع حاجه كبيره جدا. انا مثلا واحد كاشير، انا واحد لسه شغال اي شغلانه وانا في الكليه، لا سنتين الكليه دولت يعني صدقني لو اتعلمت فيهم لغه في سنتين، لو فاضل لك سنتين مثلا في الكليه تتخرج وانت شغال شغلانه اي كلام، اتعلم لغه. مش هقول لك بقى برمجه واجهزه لان البرمجه بتحتاج بقى اجهزه وبيسيس جامده وحاجات، لا لغه استثمر 1000 جنيه باللي انت بتطيحهم في الهوا، كده كده الفلوس اصلا ملهاش لازمه، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كذا مره. استثمر 1000 جنيه واحده، 1000 جنيه واحده اتعلم حاجه جديده. لو كل يوم تلت ساعه. هتقول لي يا عم ده كلام وخلاص. عايز اقول لك ان انا اقسم بالله يا جماعه انا شغال 12 ساعه، شغال 12 ساعه ومش على بعض كمان. انا شغال في الفندق عندنا من 7 ل 3، من 7 الصبح ل 3 العصر، وبناخد بريك 3 ساعات بعد كده من 6 لحد 11 بالليل. فما فيش يوم بالنسبه لي. اليوم بالنسبه لي هم ال3 ساعات البريك دول اللي بنروح فيهم السكن بس. فدول كافيين الحمد لله ان انا كنت بطور نفسي يوم بعد يوم. حتى لو عارف ان انا باجي تعبان باجي مش بس لا، على مدار شهرين 3 في تحسن، 6 شهور الدنيا بقت احسن، سنه الحمد لله والشكر لله بقى معايا شبه ان انا بتكلم لغه يعني اكني متحدث اصلي فاهمني. فده بس رسالة النهارده، ان الناس يعني بتضيع وقتها وخلاص. عارف ان الزهق وعارف ان قلة الفلوس وعارف ان الظروف الوحشة بتخليك تقول ما هي خربانة خربانة، يعني لغة ايه وبتاع ايه. وتشوف الناس على النت اتعلم برمجة وخد 500 مليون جنيه في الشهر، اتعلم مش عارف ايه وخد مليون جنيه. لا الكلام ده مش موجود وكل ده كلام اوهام. ده حضرتك بيبقى واحد قاعد في بيتهم ولا شغله ولا مشغله الكمبيوتر اهو فتعلم حاجه ان هو قاعد فاضي فاهمني. معظم الناس اللي انا بكلمها دلوقتي انا متاكد ان هم ما عندهمش رفاهيه ان انا قاعد فاضي دي.
الا شغال عشان اصرف على نفسي واشيلني من على اهلي، الا بساعد اهلي. فانت رفاهيه ان انت تبقى قاعد تتعلم مش موجوده. ولكن صدقني الحاجه اللي هتنجزها وتتعلمها وانت شغال، وانت عارف من جواك ان انت مش فاضي وتعبان وعلى طول مخنوق وعلى طول مش قادر، وتتعلم حاجه في وسط المعمعه دي كلها، صدقني بتحس بشعور لا يوصف. واسالني انا، يعني 50 يوم حققت فيهم الحمد لله انجاز كويس على بوسو، واتعلمت بقى، خلصت ليفل 1، خلصت معظم البيزكس، فاهمني؟ ففخور جدا بنفسي اني بفتكر ايه بقى، بفتكر كل الايام اللي انا كنت بروح فيها تعبان، عايز انام، مش قادر، بس لا، انا هقعد وهسمع لي كلمتين حتى لو ربع ساعه، بس اليوم ما يعديش كده، فاهمني؟ مع التراكم، الاثر التراكمي يا جماعه، مع التراكم بتلاقي نفسك كونت مهاره انت مش متخيل، فاهمني؟ كنت بستغل قاعد في الاتوبيس بحط الهاند فري في ودني، الحبه بتاع الاتوبيس وهو رايح والحبه بتاع الاتوبيس وهو جاي، مروح السكن احط الهاند فري في ودني، كده اللغه في ودني شغاله، اللغه في ودني شغاله، فاهمني؟ على طول في الايطالي جزء من حياتي، التليفون قلبه ايطالي كده كده، فاهمني؟ ده يا جماعه كان الفيديو النهارده، فيديو خفيف، حبيت ان انا ايه ادردش معاكم كده. انا بصراحه مبسوط الحمد لله ان انا يعني عملت حاجه شبه كده، فقررت ان انا ايه اشارك فرحتي دي معاكم. وان شاء الله يكون مثلا لو حد حابب ان هو يتعلم لغه، او ان يكون انا شجعته او حمسته نوعا ما. بس يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.